في 1997 جين كامنت، ودي ست كانت من فرنسا، ماتت وهي عندها 122 سنه و164 يوم، يعني كانت داخله في 123 سنه، ودي كانت اكبر ست معمره عاشت في التاريخ الحديث. ولكن طبعا مش ده الشيء المألوف، يعني احنا مش متعودين نشوف ناس بتموت وهي عندها 123 سنه، ده لما حد بيجيب ال 90 سنه وبيفضل عايش بيبقى وصل لليفل الوحش خلاص، وده لكذا سبب. فبرغم ان موضوع الشيخوخه يبدو موضوع مبهم شويه وفهمنا ليه مش قد كده، ولكن للشيخوخه اسباب، والتناقص عمر الانسان كل شويه عن الاول، وليه مش بنقدر نعيش لسنين تانية كتير برضو اسباب هقولها لك دلوقتي. من اول الحمل، يعني مش احنا، قصدي لما امهاتنا بتبقى حامل فينا، الخلايا بتاعتنا بتنقسم وبتتجدد باستمرار طول ما احنا عايشين. بس مع الوقت في عوامل كتيره بتتدخل في العمليه دي او في الموضوع ده، بتؤدي الى ان الخلايا دي ما بتتجددش زي الاول وبتضعف، وبالتالي لما ده يحصل الجسم هو كمان بكل وظائفه مع الوقت هيبتدي يضعف وما يبقاش زي الاول. الحاجات دي منها عوامل بيئيه خارجيه زي مثلا اشعه الشمس، زي الاشعه فوق البنفسجيه، زي السموم اللي في الهواء اللي بنتنفسها كل شويه، الكيميائيات اللي في الاكل وفي الميه اللي بناكلها وبنشربها، قله الحركه والاسترس وغيرها من اسباب كتير. كل دي عوامل تقدر تغير من شكل الخلايا بتاعتك ومن مدى قدرتها على تجديد نفسها، ومع الوقت جسمك هيبتدي ينهار. مؤخرا العلماء اللي مهتمين بموضوع الشيخوخه ده قدروا يحددوا 9 خصائص فسيولوجيه لموضوع الشيخوخه، وسموها ذا هول ماركس اوف ايجينج، زي التغيرات الجينيه، زي ضعف التواصل ما بين الخلايا وبعضها، زي ضعف الميتوكوندريا المسؤول عن انتاج الطاقه في جسمك، زي تاكل التيلومرز، وهنعرف ايه هي التيلومرز دي بعد شويه، زي اختفاء الخلايا الجذعيه، واسباب تانية كتير هنتكلم فيها دلوقتي. في الاول زي ما قلت لك انه مع مرور السنين والوقت الخلايا بتفقد قدرتها على تجديد نفسها، بل كمان ان هي بتفقد قدرتها على التواصل ما بينها وما بين بعضها. المشكله هنا بقى ان الخلايا لما بتفقد التواصل ما بينها وما بين بعضها عن طريق ان الاشارات الكيميائيه اللي بتشتغل ما بينها وما بين بعضها بتضعف، فده بيسبب حاجه اسمها انفلاماتوري ايجينج. الانفلاماتوري دي يعني الالتهاب الناتج عن الشيخوخه. فخد عندك بقى وعد معايا: التهاب في اعضاء الجسم، امراض مناعيه بتضرب جهاز المناعه بتاعك، وده طبيعي لان الخلايا اصلا بتاعت جسمك مش قادره تتواصل مع بعض، مفيش اشارات كافيه ما بينها وما بين بعض. واحد كمان من اسباب قدره الخلايا دي ان هي تتجدد او تجدد من نفسها وهي ضعف الميتوكوندريا. والميتوكوندريا دي لو تفتكر من حصه ابتدائي بتاعت العلوم، وهي الجزء اللي في الجسم اللي مسؤول عن انتاج الطاقه، يعني تعتبر البنزينه كده بتاعت الخليه. طب البنزين بتاعها ده اسمه ايه؟ اسمه اي تي بي. في اي تي بي الخليه مبسوطه وقادره تقوم بوظائفها وتتجدد وتتشقلب، مفيش اي تي بي يبقى ما يلزمناش ايدك منها والارض. فانت كده لما الميتوكوندريا دي اللي هي مصدر الطاقه بتاعت الخليه بتاعتك تضعف، فالخليه هي كمان هتضعف، فبالتالي الخليه نفسها هتضعف وهتموت، وبكده العضو نفسه كله مع الوقت هيتدهور ويبوظ. حاجه تانية بتؤدي لضعف مقدره الخليه دي على ان هي تجدد من نفسها، وهي التغيرات اللاجينيه، الابيجينيتك التريشنز. ودي تقدر تقول بالبلدي كده ان الحمض النووي بتاع الخليه بتاعتك في جسمك بيبتدي يبوظ، جزء منه يتكسر، جزء منه شكله يتغير، التسلسل اللي هو ماشي بيه يتغير. وبكده برضو لما الحمض النووي بتاع خلاياك يبوظ، خلاياك اللي بتحتوي على الحمض النووي ده هتتاثر، وبكده برضو في الوقت الامر هينتهي بيها ان هي مش هتقدر تجدد من نفسها. وده واحد من الاسباب المهمه اللي بتؤدي لمرض زي الزهايمر مثلا. حاجه تانية برضو مهمه وبتؤدي لعدم مقدره الخلايا دي ان هي تجدد من نفسها، وهي حاجه اسمها تيلومرز التريشنز، اللي انا قلت لك عليها هنفهمها كمان شويه. الحمض النووي بتاعنا موجود جوه اجسامنا، جوه حاجه اسمها كروموسومات، على كل طرف كروموسوم منهم في حاجه مغطياه اسمها تيلومر. التيلومر ده بيقصر في كل مره الخليه بتجدد فيها من نفسها، لغايه ما مع الوقت بيقصر خالص او بيخلص، وساعتها في الوقت ده الخليه هتفقد قدرتها ان هي تنقسم تاني او تتجدد من نفسها تاني وهتموت. وده السبب اللي بيخلي ان الجسم مش قادر يجدد من نفسه تاني خلاص. شكل الجلد مع الوقت بيتغير، الشعر شكله بيتغير وبيضعف وبيقع، وبيفضل الوضع كده لغايه ما الجسم خلاص بيوصل لمرحله ان اي خليه فيها هيحصل لها حاجه هيبقى البقاء لله. البقاء لله في الخليه دي، يعني مش في الانسان كله. ما عندناش الرفاهيه ان جسمك يجدد الخليه دي تاني خلاص. حاجه اخيره برضه هقول لك عليها في الموضوع ده، وهي حاجه اسمها ضعف الخلايا الجذعيه. والخلايا الجذعيه دي هي خلايا جميله طيبه كده مستقره في اجسامنا، تقدر تعتبرها خلايا ملاذ امن لينا. اي خليه تبوظ، اي عضو جزء منه يبوظ، تجري عليها الخلايا الجذعيه دي تعوض التلف ده وتصلحه. بس برضه مع الاسف مع مرور السنين وتراكم افات الحمض النووي وكل الاسباب اللي انا عمال احكي لك عليها من الاول دي، برضه بيؤدي ان الخلايا الجذعيه دي مع الوقت بتتدهور ومش بتقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها، وبكده هنرجع لنفس النتيجه: اللي هيبوظ في جسمك هيبوظ خلاص، البقاء لله. فللاسف عاجلا ام اجلا انت هتبقى
شيخوخ، لا مفر من الشيخوخه، بس تقدر تبقى شيخوخ كده وتقدر تبقى شيخوخ كده. اكلك مهم ونظامك الغذائي مهم، الرياضه مهمه عشان تقدر تحافظ على شكل جسمك ومفاصلك وصحتك، انك تنام كويس كل يوم وتريح جسمك ده مهم، انك تتجنب الاسترس بقدر الامكان ده برضه مهم، وانك تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه ده برضه مهم.